سجلوا طبعا في التورنير 14 فريق في تورنير كفر قاسم 2023، وهذا عدد مبارك، وبنقدر نعمل عن طريق هذا العدد احسن تورنير ويكون تورنير بجوده عاليه. بدايه انا برحب في جميع الحضور، على راسهم الشخصيات مع حفظ الالقاب والاسماء. وطبعا مشان تكون الصوره واضحه، احنا دعينا الجميع، يعني بدون ذكر اسماء، دعينا عده شخصيات وبيضا من ضمنهم ورد المرشحين الاخرين عشان تكون الصوره واضحه للجميع. ونحيي اخرى مره جميع الحاضرين. نكون ان شاء الله راح يكون السنه تورنير حماسي، تورنير اثاري، وفي من الاثاره اللي هي رايحه ترضي الجميع في مدينه كفر قاسم، ويكون تورنير بمستوى عالي جدا. على هذا الاساس اخرى مره احنا بنثمن جهود البلديه، على راسها قسم الرياضه ورئيس البلديه عادل بدير والسيد عزمي ابو ادم وجميع القائمين من اداره البلديه على الجهود اللي قاموا عليها من اجل تجهيز الملاعب لاستقبال التورنير هذا العام، خاصه انه احنا سنتين ما نعملش التورنير في البلد بحكم عده امور، ولكن اليوم احنا بنقول الحمد لله رب العالمين. يعني انا كاداره التورنير متحمس جدا انه وصلنا لهذه النقطه، انه احنا بدنا نيجي وبدنا نعمل قرعه. هذا بدل انه التورنير هذا السنه رايح ان كان بشكل رسمي، ونتامل ان شاء الله يكون تورنير فعلا بجوده عاليه وتورنير ناجح. وانا على يقين انه رايح يكون ان شاء الله تورنير ناجح بجهود جميع الفرق. وفي نهايه المطاف يعني الفرق نفسها واللاعبين نفسهم هم اللي بيعملوا التورنير، وهم اللي بيخلوا التورنير ذو مستوى عالي. واحنا كاداره بنعمل قدر المستطاع وجميع الجهود على اساس نوفر كل المتطلبات، على اساس يكون التورنير كل شيء جاهز وكل شيء مجهز من كل المتطلبات، بالاضافه لاداره البلديه في هذا المجال. فاحنا اخرى مره بنقول طبعا تم فتح مجال التسجيل ما قبل تقريبا الشهر، والفرق في اسبوع ونص الاخرانيات جميع الفرق اغلبها سجلت بشكل رسمي في الاسبوعين الاخرانيات. واحنا طبعا عرضنا جميع الشروط اللازمه على الفرق من ناحيه شروط التسجيل، وجميع الفرق قرأت واطلعت على الشروط وشافوا شو مطلوب. وخاصه في الايام الاخيره برضو اتحنا الفرصه لاخرى قانون اللي مشان يساعد الفرق على اساس يكون التورنير بجوده اعلى، فاتحنا الفرصه اللي هو 2 تعزيز، واغلب الفرق استغلت هذا الامر. وايضا للاعب اخر في قائمه اللاعبين، يعني 11 لاعب يمكن للفريق انه يسجل. ورغم انه اليوم القرعه، ولكن المجال مفتوح للفرق لحد يوم الخميس مشان تجهيز القوائم بشكل رسمي. الكيت احنا اليوم يعني دائما بكينا ندقق على قضيه الاخلاق. يعني انا موجود في اداره التورنير تقريبا 5 سنين، ودائما بكى ولليوم بكى عنوان التورنير الاخلاق والاخلاق والاخلاق. وفي الفتره اللي احنا موجودين فيها بحكم الاجواء السياسيه اللي احنا موجودين فيها والانتخابات اللي اقتربت علينا، فاحنا بنكون اخرى مره دفك اليوم وبالاخص في هذه الفتره بنقول نحن نحافظ على الاخلاق. واحنا ان شاء الله على ثقه انه الجميع هنا على اطلاع وعلى معرفه على انه تورنير كفر قاسم مش بس منافسه بين الفرق، انما هي آلية على اساس انه نتوحد ما بيننا، وهي فعلا نقدر نستغلها من اجل الوحده الكسماويه. وجميعنا في هذا البلد الكريم نحب مصلحه كفر قاسم ونقدمها على مصالحنا الشخصيه. وعلى هذا الاساس بنقول هذا السنه بالاخص سوف نستغل تورنير كفر قاسم من اجل الوحده الكسماويه عامه. ما بدي اطيل، احنا ان شاء الله زي ما قلت 14 فريق رايحات تقسمن لبيتين اللي هن 7 وطبعا بأربعة من شو البيت رايحات يتصفين ريفا حيتسي قمار. واغلب رايح يقعد التورنير على ما يبدو تقريبا الشهر حسب عدد الفرق اللي سجلن وحسب اللعبات الرايحات تنكان. ومن هنا بنتمنى التوفيق اخرى مره للفرق، وبنحيي جميع اللي حضروا كمان مره من الشخصيات الموجوده معنا. ونتيح الفرصه برضو ان شاء الله لمدير قسم اليوم بحكم انه موجود خارج البلاد، ان شاء الله بيرجع بالسلامه. وبرضه مدير قسم المنشآت نيكسون فريج اللي عليه بعض المشاغل ومش موجود، وبرضه بنشكره
لابو العبد لعادل بدير، وايضا لنكسون فريج على الجهود الجباره في الاونه الاخيره. فعلا كانت له جهود ومثابره كبيره على اساس تجهيز الملعب، وطبعا رئيس قسم الرياضه اللي هو رمزي بدير. برضه